أهلا وسهلا متتبعين قناة خديجة توب شانيل. اليوم إن شاء الله غادي نوجدوا حلوة 10 دقائق أولا واحد الحليوة اللي بغيوها كبار وصغار، كتجي رائعة جدا وكتوجد في الحين. إلا جايين عندك الضياف بمجرد أنك دغيا كتجمعي كتوجدي ديك الصوينية ديالك، كتجي معلكة ورائعة وكتوجد في الحين. أولا الوليدات للكوتي علاش لا، كتجي كتحمق. إن شاء الله مقادير بسيطة غادي نوجدوها. هنا عندي ملح الطعام، وعندي هنايا أبيض بيضة أو لا بيضة كاملة. من بعد غادي نقول لكم كل وحدة وشنو كتعطينا. هنا نكهة الفانيلا، وهنا كأس إلا ربع ديال السكر سنيدة. بالنسبة إلا درنا بيضة كاملة من بعد كتجينا الحلوة ديالنا كتلصق في اليد، كتجي ناجحة. وإلا درنا أبيض البيض ما كتلصقش وكتجي ناجحة، يعني على حساب اللي متوفر عندك ديريه. هنا عندي كأس إلا ربع ديال زيت المائدة. بطبيعة الحال غادي نضيفها على دفعات. هنايا ضفت الدفعة الأولى، ومن بعد غادي نخلط نزيد ضيف الدفعة الثانية. كيجي رائع جدا وكيهبل حسن من الا غادي تشري من المحل، كيجي رائع جدا. هنايا الدفعه الثالثه، وغادي نخلط حتى كيصبح ليا الخليط ديالي كريمي. صراحه جربوها كتجي رائعه جدا. وإلا عجبتكم هاد الحليوه دوبلوا المقادير، لان الصراحه كتسالى تمتم لانها لذيذه بزاف. هنايا عندي كاس عنبه ديال النشا. ممكن انني نعوضها بالفورس. النشا نص كيلو كيدير 10 ديال الدراهم، وانا كنخلي عندي دائما في الدار، يعني بحال دابا الا درت شي حليوه ولا شي حاجه اولا شي كريمه كتكون موجوده عندي نص كيلو كيدي مده طويله. هنا كنخلط النشا ونحاول انني بشويه لان كيف ما شفتوا كطير. صافي وغادي نخلط حتى غادي ينسجموا، ومن بعدها غادي نبدا نضيف الكاكاو. هنايا عندي 2 خنيشات ديال الكاكاو المر، اولا تاخذوا 2 معالق ديال العبار. وهنايا ضروري كنغربلو باش كيجينا التخلط ساهل. هنا الساشيه الثانيه ونغربلو. كيوجد في الحين دغيا 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 توجديه للكوتي ولا جايينك الضيافة. هنا خميرة كيس واحد من فئة 7 أو 8 غرام. صافي وغادي نحاول أنني ندخل هاد المكونات كاملة مع بعض. صافي غادي نحاول أنني ننزل هذاك اللي دخل ليا في الفوي لداخل، لأن ضروري حنا غادي نخدمو الفوي ضروري، لان باش داك ابيض البيض اولا البيض كيولي لنا كريمي. هنايا بعد ما خرجته كنحاول انني نخلط، ومازال غادي نضيف الدقيق، يعني كاس دقيق. درنا كاس نشا وكاس دقيق ابيض. ممكن انكم ديروا 2 كيسان ديال الدقيق الابيض، وبطبيعه الحال العبار بكاس العنبه. هنايا يا اما نخلط الخليط باليد ديالي، اما ندير سباتولا ماشي مشكل، لانها دغيا كتخلط يدخلوا دغيا المقادير في بعضهم. هنا نحاول نزول هذاك الشيء اللي داخل في الفوي حتى شي حاجه ما تضيع. صافي ونخلط. صافي هنايا غادي نبدا نخلط الحلوه ديالي، ودائما غادي ندخل الدقيق في النشا والمقادير الاخرى، ونجيب من الجوانب الى الوسط. وكيف ما قلت لكم الا درتو بيضه كامله كتجي الحليوه ديالكم كتلصق في اليد، ولكن ما تخافوش منها، راه هو هذاك القوام ديالها. مجرد ما انها صافي كتجمع وتجيو غادي تبداو تكوروها كتلقاوها هي هذيك. اما الا درتو ابيض بيضاء راكم كتشوفوا معايا هذه هي النتيجه. بطبيعه الحال بجوجهم كيجيو زويونين. صافي هنا كنحاول دائما ندخل العناصر في بعضها، والفرن عندي كيسخن على درجة حرارة متوسطة. بعد ما غادي ندخل هاد الكوكيز او الكويرات الحلوة ديال 10 دقائق، غادي ندخلها من العافية تكون من الفوق باش تشقق. وهنايا خديت واحد شوية ديال الشوكولا وهرستو لان سالوا لي الحبيبات.
يعني كتمشي مع داكشي اللي متوفر. بعد ما كندخل الحلوى ديالي للفرن كتشقق من الوجه ديالها، كنهبطها طيب على التحت فقط 2 د الدقائق. واخا كتمسوها وتلقاوها رطيبه ما تخافوش منها، هذاك هو الطياب ديالها. الا فوتوا ليها في الطياب راها كتجيكم قاصحه. وحنا هاد الحلوى ديال 10 دقائق راها كتجينا من الداخل معلكه. ونتمنى ان الا طيبتوها حاولوا خليوها تتبرد عاد حيدوها من لاطا. كيف ما شفتوا معايا دخلتها الفوق حتى تشقق ونهبطها لتحت 2 دقائق وبالصحه.